انا اقول لك على واحده من احسن ادوات الستوري تيلينج اللي هتخليك تكتب بشكل احسن وتحكي قصص بشكل افضل. ناس كتير بتقعد تقول لك على اهميه الستوري تيلينج في انك انت تكتب محتوى كويس، او انك انت تصنع محتوى كويس، او انك انت تكتب سيناريو كويس. بس مش ناس كتير بتقول لك ايه هي الادوات اللي انت ممكن تستخدمها عشان تعمل ده بشكل عملي اكتر، وبشكل تعرف تستخدمه حتى لو انت مبتدئ مهما كان مستواك. انا هنا بقى عشان اقول لك الادوات ديت من خلال فيديوهات كتير، بس النهارده معانا اداه واحده وهي اداه الستوري سيركل. الاداه الستوري سيركل هي ابتكرها دان هارمون، ودان هارمون دوت كاتب سيناريو امريكي، وهو الكرييتور بتاع مسلسل ريك اند مورتي ومسلسل كوميونيتي. تعتبر الستوري سيركل هي تطور الى حد ما لفكره جوزيف كامبل بتاعه رحله البطل، بس ديت معموله بشكل عملي اكتر، سهل انك انت تستخدمها وسهل تكتب على كل مرحله فيها. صحيح، قبل ما اكمل اعمل سيف الفيديو عشان تحتاجه قدام. الستوري سيركل بقى عباره عن ايه؟ الستوري سيركل عباره عن دايره فيها 8 مراحل، كل مرحله فيها جزء من القصه بترتيب معين، فانت لما بتحكي بيه بتبقى قصتك متماسكه اكتر وشكلها بيبقى افضل. تعال نقول لك ايه ال8 مراحل. اول مرحله هي البطل في الكونفيرت زون بتاعه، او البطل قبل رحلته في القصه اللي احنا بنشوف مواصفاته عامله ازاي، بنعرف تفاصيل عنه اكتر، بنعرف هو مين. وبعد كده بتيجي المرحله الثانيه، وهي مرحله ان البطل بيبقى عايز حاجه. الحاجه دي بتخلينا ندخل على المرحله الثالثه، وهي ان هو بيلاقي نفسه في موقف غير مألوف، unfamiliar situation. بعد كده بيتأقلم على الموقف اللي هو بقى فيه، ده في المرحله الرابعه. وبعد كده المرحله الخامسه في ان هو بيحصل على حاجه كان عايزها. في المرحله السادسه ان هو بيدفع ثمن باهظ جدا على الحاجه اللي خدها. المرحله السابعه ان هو يلاقي نفسه في موقف مألوف مره تانية. والمرحله الثامنه ان الشخص بيتغير، شخصيه البطل بتاعنا وبطل القصه بتاعنا بيتغير. وده لازم يحصل تغير في بطل القصه. في اي قصه هتتفرج عليها هتلاقي ان البطل دايما بيتغير في الاخر، الا في استثناءات معينه البطل ما بيتغيرش، بس اللي حواليه كلهم لازم يتغيروا بسببه. بص، عشان انا دايما مقتنع ان حد لما يجي يقول لي اي حاجه لازم يقول لي العملي بتاعها ايه، عشان تثبت في دماغي، وفي نفس الوقت برضه اقتنع بيها واعرف اشتغل بيها ازاي. وعشان كده احنا هنطبق الستوري سيركل ديت عليك دلوقتي. رقم 1 انت في الكونفيرت زون بتاعك. رقم 2 انت عايز تتعلم اكتر على الستوري تيلينج. رقم 3 انك انت لقيت نفسك في unfamiliar situation، بانك انت لقيت واحد يقول لك ان هو يعرف ادوات عن الستوري تيلينج وممكن يعرفك عليها من خلال الفيديو بتاعه. رقم 4 انك انت بتتأقلم وبتكمل الفيديو بتاعه لغايه دلوقتي. رقم 5 انك انت بتلاقي نفسك خدت اللي انت عايزه الى حد ما، وعرفت ان في أداة ممكن تستخدمها للستوري تيلينج وإن هي ممكن تفيدك قدام. رقم 6 إنك أنت دفعت تمن أكبر من اللي أنت خدته لغاية دلوقتي، لو هو إنك أنت بقى عندك حتة اللي هو إيه ده، هو في حاجات لسه معرفهاش، هو لسه في حاجات أكتر من كده، هو الموضوع شكله معقد ولا إيه. بس رقم 7 انك انت بتلاقي نفسك في موقف مألوف تاني، في انك انا بقول لك بطمنك ان انا هسهل عليك كل اداة بقول لك عليها، وانك انا هخليك تفهمها بشكل احسن. ولو انت مش فاهم فيها حاجة هقعد اشرحها لك، حتى انا وانت، بس لو انت مش فاهم فيها اي حاجة. ورقم 8 انك انت بتتغير، بتخرج من الفيديو مبسوط وراضي الى حد ما، او لا مش متاكد، بس على الاقل هتعمل فولو وهتعمل لايك وهتسيف الفيديو عشان تفضل تتابعني، وعشان تقدر تشوف ان انا بقدم لك الادوات اللي انا وعدتك بيها ديت، وهقدر اساعدك في انك انت تبقى ستوري تيلر افضل، او انك انت تكتب سيناريو بشكل احسن، او انك انت تكتب محتوى تسويقي او محتوى عادي، او انك انت صانع محتوى ساعدك في انك انت تبرز امكانياتك افضل. فهتلاقيني دايما موجود معاك، واسالني على اي حاجه في الكومنتات. وبس كده، يلا اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.